جرى ايه في الدنيا عشان طفلة عندها 8 سنين يجري وراها ذئب بشري مسمى بني آدم ويغتصبها؟ طفلة عندها 8 سنين خرجت من مدرستها، راحت لأمها سوق الخضار. أمها ست على باب الله بتقعد في سوق الخضار في العاشر من رمضان، في منطقة كلها أسواق وقاعدة بتبيع. الست بتجري على 4 عيال، أبوها جوزها مطلقها وهي بتصرف على العيال، فبتاخد شوية خضار وبتقعد تبيع في السوق. بنتها طلعت من المدرسة، طفلة عندها 8 سنين، راحت عشان تساعدها وتقعد معاها في الفرشة بتاعتها. فالبنت عايزة تدخل الحمام، فما شاورت لها على الحمامات بتاعت المسجد. الحمامات بتبقى ورا المسجد، فالمنطقة زحمة والصوت عالي واحنا في رمضان بقى والناس كلها بتبقى مالية الأسواق. البنت جت تدخل الحمام، دخل وراها واحد شاب ربنا ينتقم منه، دخل وراها الحمام هتك عرضها في وضح النهار، في صيام رمضان بالنهار، ودخل عمل جريمة بيتهزلها عرش الرحمن. لا عنده إنسانية ولا ضمير ولا بيصوم ولا بيصلي ولا أي حاجة في الحياة غير إنه هو ذئب بشري. يعني مش يعني شياطين الإنس بقوا أكتر من الشياطين. مفيش كده في الدنيا. انت ايه ما عداش عليك حد قالك ان احنا في رمضان والناس صايمه؟ وبعدين هو انا مش عارفه البنت اغرتك في ايه؟ طفله عندها 8 سنين، يعني جسم طفله، لا هي انثى ولا جسمها اثارك ولا ده احنا في الشتاء حتى والجو كان بيمطر والجو تلج، يعني بنت هتلاقيها حتى يعني مستوره قوي. طفله اغرتك في ايه؟ تقولوا بقى البنات اللي بتمشي شعرها مكشوف والبنات اللي بتمشي لابسه ضيق والبنات اللي جسمها باين. اي طفله ايه اللي عملته طفل عندها 8 سنين اغرتك بايه علشان تمشي وراها؟ والغريب ان الناس بتقول، الناس اللي من المنطقه جيرانهم قالوا ان البنت دي الشاب اللي مشي وراها ودخل وراها الحمام يبقى جارها. طبعا البنت لما فضلت تصرخ محدش سمعها. امها لقت البنت اتاخرت شويه ولقت البنت جايه بتجري عليها. البنت جالها نزيف حاد وحالتها كانت صعبه قوي. البنت حكت لامها، امها فضلت تصرخ الناس في ايه؟ سوق ومليان ناس. وصفت لها الولد، طبعا الواد معروف في المنطقه، الناس جريوا راحوا مسكوه وادوا له علقه، يعني الارض كانت مليانه دم وكسروا له رجله ومسكوه لحد ما جابوا الشرطه. طبعا البنت الحاله اللي هي كانت فيها حاله صعبه، اتصلوا بالاسعاف، جت شالت البنت وامها راحت معاها. وفي الفيديو بقى انا يعني الفيديو مال الفيسبوك اللي عايز يدخل يشوف بقى يدور. فالام طبعا امه كمان بتبيع في السوق هي كمان، جريت ابنها نايم على الارض واتصلوا بالشرطه. والست قاعده بتبعد الناس عن ابنها وقاعده خايفه عليه ومحدش يجي ناحيته امه، لحد ما الشرطه جت ومسكت الواد من قفاه وقبضوا عليه. والواد واخد دلوقتي 4 ايام على ذمه التحقيق. ايا كان هم عملوا فيه ايه، ضربوه كسروه، انا كنت اتمنى ان هو يموت في اللحظه دي، ياخدوا حق البنت اللي هتفضل العمر كله شايله وصمه عار وهتفضل العمر كله عندها امراض نفسيه. ده مش بس كده، دي ممكن تفضل عايشه العمر كله بتخاف من اي راجل، اي جنس راجل هتخاف منه. دي هتفضل مدى الحياه، هتكبر هتبقى بنت وهتكبر وتبقى في العمر كبيره وشابه وهتلاقيها عندها امراض نفسيه من الرجاله، بتخاف من الرجاله. دي هتتجوز؟ طب هتتجوز ازاي؟ طب دي طفله في السن ده وحصل لها اللي حصل لها ده، يعني ربنا مد في عمرها. في اطفال في سنها حصل لهم كتير وحالات من دي كتير بتحصل، ولكن يجي لك ناس يقول لك ايه، والله اصل الولد عنده امراض نفسيه، لا والله اصل الولد كان تحت تاثير مخدر. احنا استفدنا ايه؟ احنا مستفيدين ايه لما عيل زي ده مجرم شيطان يعمل جريمه زي دي في رمضان وبعدين يتقال لك اصله ويطلعوه بعد كام شهر وبعد كده يخرج يعمل افظع من كده واكتر من كده؟ مفيش عقوبه رادعه. لو كان في عقوبه
شديده ما كانوش يعملوا كده. زي البنت بتاع بورسعيد اللي اسمها زينه، الشباب اللي عملوا فيها كده عملوا ايه؟ خدوا كام شهر طلعوا. الفراش اللي عمل كده في بنت في المدرسه، والمدرس اللي عمل كده. هو انا مش فاهمه، هي الاطفال دي يعني ايه اللي بيغريكوا فيها؟ حبه اطفال لسه حبه عظم، حبه عظم على جلد، ايه اللي فيهم يخليك تبص لها على انها انثى؟ يعني ايه العمل؟ يعني حد يقول لي بس الاشخاص اللي زي دول البني ادمين مش بني ادمين، ده انتوا والله ولا حصلتوا الحيوانات. يعني حتى الحيوانات انضف منكم، الحيوانات ما بتعملش كده ببعضها. لكن الاشكال اللي زي دي محتاجه قانون جديد. لازم يكون في قانون رادع للحالات اللي زي كده، وليكن الاخصاء. يعني الناس اللي زي دي، المجرمين اللي زي دول، شاب ولا راجل، انا ماليش علاقه بقى انت مدمن انت زفت، انا ماليش دعوه. ان اللي يعمل جريمه زي كده لازم يخصوه. في قانون في دول كتير ان اللي يعمل الجريمه دي بيعملوا له عمليه اخصاء عشان يبقى لا نافع ست ولا راجل، عشان تفضل العمر كله ماشي وشك في الارض. جريمتك ملحقك في كل، لا تتجوز ولا تيجي ناحيه ست ولا تفكر في بنت، عشان تفضل خيبتك دي ملازماك، تفضل ملازماك العمر كله. يعني الناس اللي بيعملوا كده وبيخرجوا تاني، احنا استفدنا ايه؟ ايه اللي استفدناه لما يدخل يقعد في الحبس كام شهر ولا سنه ولا 2 ولا 3؟ عمل ايه؟ هل هو كده جاب حق البنت اللي هتفضل وصمه العار معاها ملحقاها، وامراضها النفسيه اللي ملازماها دي محتاجه العمر كله تتعالج؟ انتوا تعرفوا دي هتطلع شكلها ايه في المجتمع؟ دي هتطلع تعمل ايه عشان تقول لك انا كنت باخد حقي؟ دي ممكن تعمل حاجات كتير لما تكبر، ممكن تاخد حقها بطرق تانية خالص، ممكن تاخدها من رجاله كتير، ممكن تعمل حاجات كتير. ليه الناس اللي زي دي ما تتحكمش محاكمه تخلي اي شاب قبل ما يعمل اي حاجه يفكر كويس؟ هتقول لي الناس بعيده عن الدين. في ناس كتير بعيده عن الدين، بس في حاجه كمان انا عايزه اقول برضه حاجه. يعني الام اللي قالت لها بكل امان كده روحي الحمام بتاع المسجد، يعني انت ضامنه قوي كده الحمامات؟ يعني انت بتشاوري لها على حمام بيتك؟ يعني طالما بنتك انت محتاجه تدخل الحمام، قومي روحي معاها. دي بنت مش ولد. وحتى يا شيخه ده الاطفال دلوقتي والله عدد صبيان وبنات بيتعمل فيهم كل حاجه. قومي مع بنتك، روحي حافظي على بنتك، خدي بالك منها، انما تشاوري لها. ما هو انا مش هقول الليله كلها في ان الجريمه حصلت بسبب ما سبت بنتك. ليه سبت بنتك ولقيتها اتاخرت؟ ليه ما تحافظي على بنتك؟ ما تقعديها في البيت يا ست، قول لها ما تجيليش، ما تجيش تقعدي معايا، سيبيني انا اشتغل وروحي اقعدي مع اخواتك. طالما الموضوع ما تسيبوش ولادكم خلاص بعيد عن عينكم، بنات بالذات. لا بنت تبات بره بيتها، ولا بنت تقول لك انا قاعده عند خالتي، ولا قاعده انا عند بنت خالتي. لا، كل واحده خلي بنتها في حضنها. الزمن ما بقاش زي الزمن، الناس اتغيرت، الناس بقت فيها كميه شيطنه مش طبيعيه. احنا بقينا نخاف دلوقتي، كل واحد دلوقتي بيقول لك ولادي في حضني. الناس كلها طيب، الطباع اتغيرت، سلوك الناس اتغير. ما تعرفش بقى من المسلسلات اللي بيتفرجوا عليها، من المخدر اللي ملا الدنيا، من اسباب كتير. ولكن انا في الاول وفي الاخر ادي طفله اتدمرت، طفله خلاص مستقبلها ضاع. امها دي زمان حالتها شكلها ايه؟ اهي بنت مرميه دلوقتي في المستشفى. كانوا يقولوا من كام ساعه كده قالوا ان البنت توفاها الله، لكن هي مش ما توفتش ولا حاجه، البنت موجوده، لكن حالتها سيئه لان هي جالها نزيف حاد وحصل لها مشكله كبيره. في بنت تانية في نفس الظروف بتاعتها كانت ماتت من كام ساعه، لكن البنت التانية دي كانت وقعت في بلعت صرف صحي من الامطار والبنت الميه جرفتها وتوفاها الله، وطلعوها بعد ساعات طويله واتدفنت. ولكن البنت صاحبه الواقعه دي بتاعت العاشر من رمضان، لا البنت عايشه. ولو يكن ان في ناس، انا شفت راجل دكتور نفسي كان كاتب كومنت وبيقول انا كنت اتمنى ان البنت دي ما تبقاش عاشت، لان البنت دي هتعيش بامراض نفسيه، يعني ربنا يتولاها برحمته.
وامها دي يا رب يصبرها. انا مش عارفه الامهات اللي بتبقى في الحالات اللي زي كده عايشه ازاي، بتعمل ايه بعد كده، ربنا اللي يعلم. وهي مرميه، هي عيني قاعده بتبيع في سوق، بتجري على لقمه عيشها هي وعيالها، 4 عيال بتربيهم عشان اب ملوش اي لازمه رماها ورمى العيال. وكانت النتيجه بنت طفله في السن ده اتدمرت حياتها. ارجوكم ارجوكم خلوا بالكم من عيالكم. والقانون يا ريت يتعمل قانون، العقوبات لازم تكون مغلظه عشان الاشكال السافله اللي زي دي يبقى في قانون راضع ليها. يعني انا بقول لك طب انا عن نفسي انا لو شفت واقعه زي كده هقول لا انتوا ادفنوه مكانه، وانتم لسه بتتصلوا بالشرطه؟ انتوا مستنيين الشرطه؟ لا ادفنوه مكانه، مسكتوه قطعوه وادفنوه مكانه عشان يبقى عبره لغيره، عشان تبقى الست اللي بنتها قلبها اتحرق على بنتها، والبنت اللي بالمنظر ده تحس ان هي خدت حقها بجد. لكن عيل زي ده في منتهى السفاله والوضاعه وفي صيام رمضان وقدام الخلق الله كلها والناس صايمه يعمل عمل زي ده، لازم كان يدفن تحت رجل الناس دي كلها عشان يقول الله حق. شكرا.